متابعي قناة إسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة عن الأكتروس. هنتكلم النهاردة عن الفول سبلاي أو نظام أو دايرة الجاز بمعنى أصح يعني أو أبسط. دايرة الجاز أو الفول سبلاي سيستم. طبعا هو الفول سبلاي ده يشمل اللي هو خط التغذية وخط الراجع. تمام. الشكل اللي قدامنا بيوضح خط السحب، خط الضغط المنخفض، وخط الراجع، وخط الضغط العالي. تمام. الألوان اللي احنا شايفينها قدامنا الخط الأصفر اللي هو خط السحب بتاعي، اللي هو جاي من التانك الجاز او العوام بتاع تانك الجاز ورايح على الهاند بامب او ترمبة التحضير، وبيطلع من الهاند بامب طبعا يروح على اللي هو كنترول المحرك او المبادل الحراري، اللي هو طبعا بيبرد الكنترول. يعني وظيفة الجهاز هنا ان هو بيبرد الكنترول، مش اللي هو الكنترول هو يبرد الجهاز، لا العكس. الكنترول طبعا عشان ظروف التشغيل فبيكتسب درجة حرارة، فده ممكن يعمل له دامج او يبوظ اجزاء داخلية فيه، فبالتالي احنا بنبرده بالجهاز اللي هو جاي من خط السحب. فبيدخل عليه زي ما احنا شايفين، السهم بيدخل على الكنترول وبيطلع تاني من الكنترول يدخل على حاجة اسمها الفيول بامب. دي بقى ترمبة التحضير. هنا ترمبة تحضير يدوية، دي ترمبة التحضير. هي طبعا بتاخد الحركة بتاعتها من العمود الكرنك بتاع الكمبرسور. طبعا هي بتبقى موجود تحت الكمبرسور. الكمبرسور بيكون في الجزء اللي فوق ده، هي موجودة تحت الكمبرسور. بتدي ضغط هنا طبعا الباقي الأجزاء. الضغط هنا تقريبا بيتراوح من 9 ل 12 بار في الدايرة دي، اللي هو الضغط المنخفض اللي هو الأزرق ده، اللي هو الضغط اللي هو 12 بار. بيروح طبعا من هنا من الترومبة دي بيروح على الفلتر، مرحلة الفلترة. وبعد ما يتفلتر اللي هو الخط الأزرق ده اللي هو الضغط المنخفض، بعد ما يتفلتر يروح على ايه، عندنا حاجة اسمها الهاند بامب. برضو بيطلع ايه، الضغط منخفض اللي هو لسه طبعا من الفلتر. هنا بيطلع على اللي هو اليونت بامب، اللي هي زي ما احنا شايفين هنا واي 6 واي 7 واي 8 واي 9 10 11. عندنا 6 وحدات حقن لو المحرك ده 6 سلندر. لو المحرك ده 8 سلندر بيكون فيه 8 وحدات حقن، لكن نفس فكرة العمل ونفس دايرة الجاز. تمام. الخط الايه الازرق احنا قلنا عليه ده اللي بيعبر عن الضغط المنخفض. الخط الاحمر الضغط العالي. الضغط العالي طبعا بعد رمبة الحقن هنا بيطلع الضغط عندي تقريبا 1400 بار للرشاش بتاعي، والرشاش بتاعي بيعمل عملية حقن في السلندر بتاعتي. وفي عندنا خط أخضر ده بيعبر عن الراجع. طبعا في راجع هنا من الرشاشات اللي هي في الجانب الشمال، وده الجانب اليمين، وبيتجمع ده كله هنا تحت عند الفلتر، وبيرجع تاني للتانك بتاعي بتاع الجاز. تمام. في عندنا صورة أوضح، دي صورة زي مخطط كده بيوضح لنا الدنيا أبسط شوية من الرسم التاني. طبعا هنا بيبقى الخط طبعا الأصفر ده اللي هو السحب. تمام. الخط الأصفر السحب بيدخل هنا على الهاند بامب. عندنا نوعين من الهاند بامب، في هاند بامب اللي هي اليدوية دي بدون هيتر بدون سخان، وفي هاند بامب تانية فيها سخان. تمام. الاتنين نفس الوظيفة، لكن دي فيها سخان ودي مفيهاش سخان. طبعا اللي فيها سخان بيكون جاي لها إشارة كهرباء، بيكون في سلك داخل عليها عشان يشغل الهيتر اللي موجود في المضخة بتاعتي. دي طبعا هاند بامب، يعني ايه زي من اسمها كده يدوية، يعني لازم انا اديها الضغط اليدوي عن طريق هنا في قطعة هنا بلاستيك ده زي ضاغط كده، بضغط يعني ضغطات متتالية كده او اكتر من ضغط عشان يدي ايه، يحضر الجهاز في الدايرة بتاعتي. وهنا كذلك برضو بفك الجزء ده زي رباط كده بيتفك، وفي ايه طرمبة تحضيرية. تمام. بضغط هنا مجرد الضغط ده عشان يوصل الجهاز ده في حال طبعا انا مش مدور الكلام ده، انا مش مدور العربيه بيتم تحضير يدوي. طبعا الجهاز هنا بيتحضر اول حاجه بيعدي عليها زي ما احنا قلنا اللي هو الكنترول، اللي هو الاي 6 او الاي 6 ده طبعا وظيفته انه يبرد الكنترول. بيطلع منه على حاجه اسمها الترومبه اللي هي التحضيريه براين بامب. دي طبعا جير بامب، ترومبه ترسيه. وفي هنا البلف الراجع زي ما احنا عارفين. طبعا ده بيفتح عند ضغط اعلى من 19 اكتر من 12 بار. تمام. لو الضغط هنا اعلى من 12 بار في الترومبة هنا بيفتح يرجع تاني الضغط في المنطقة دي. تمام. وبعد الترومبة هنا بيروح زي ما احنا قلنا بيروح على الفلتر، مرحلة الفلترة. يروح على الفلتر، يدخل هنا من اعلى، يدخل يتفلتر، وبعدين يطلع تاني من هنا الجزء اللي هو السفلي ده. طبعا الخط الازرق بيعبر عن اللي هو اللو بريشر لاين، خط اللي هو الضغط المنخفض. بيدخل على وحدات الحقن. طبعا قبل وحدات الحقن في حاجه اسمها هنا الهيتر او الفليم
فليم سيستم، او اللي هو طبعا السخانات بيبقى فيه نظام سخان هنا مثلا بيبقى واخد عشان لو درجة حرارة منخفضة جدا، بيبقى فيه هنا برضو بياخد جزء من الجاز ده على صمام هنا في فالف هنا، وفي سخان هيتر وبيدخل بعدين على وحدات الحقن. ده لو هنا ايه العربية دي بتاعتي فيها نظام سخانات. لو ما فيهاش نظام سخانات بيطلع من الفلتر على وحدات الحقن المباشر. وحدات الحقن طبعا بيبقى داخل باللاين الازرق زي ما احنا عارفين اللي هو اللون ده، رايح على وحدات الحقن، والوحدات الحقن بيطلع باللون الأحمر اللي احنا شايفينه ده على النوزلز أو الرشاشات. طبعا في ستة، لو 6 وحدات حقن لو العربية 6 سلندر، 8 وحدات حقن لو عربية 8 سلندر، وبيدخل على الرشاش طبعا الكمية الزيادة بتطلع على في الخط الأخضر ده، وتتجمع هنا في الجزء ده وترجع تاني لتانك الجاز بتاعي. ده اللي هو خط الراجع. طب بالنسبة الضغط العالي اللي هو ده شكل مقرب شوية للي بيتم عند وحدة الحقن والرشاش. تمام، ده وحدة الحقن بتاعتي بتاخد الحركة بتاعتها من الكام شافت هنا. في هنا طبعا زي في كامة برضو كده او في رولر هنا في وحدة الحقن. كلنا عارفين طبعا اللي شاف وحدات الحقن بيبقى فيه زي بكرة من تحت كده. الكام شافت دي، الكامة دي بتضغط هنا الرولر بتاعي. الرولر ده فيه سبرينج فوق، السوستة دي بتضغط لفوق هنا. غرفة ضغط هنا بتضغط هنا الجهاز. طبعا الجهاز هنا داخل بضغط منخفض، بيتضغط في المنطقة دي، بيطلع بضغط عالي للماسورة اللي فوق اللي احنا شايفينها. طبعا في ماسورة هنا بره خارجية، وفي بايب داخلي. دي ماسورة خارجية بتبقى متشافة ظاهرة عندي، وفي بايب هنا داخلي داخل وش سلندر. تمام، بيدخل هنا بالضغط العالي، وده الرشاش بتاعي او النازل، ويدخل يتم الرش في الشكل اللي احنا شايفينه ده البستون بتاعي. وغرفة الحريق بتبقى الجزء اللي فوق. ده بالنسبة للفول سيستم بتاعي او نظام او دايرة الجاز في شاحنات مرسيدس اكتروس. طبعا اتعرفنا على الخطوط دي بتعبر عن ايه في الضغط المنخفض والضغط ايه المرتفع. وطبعا قلنا الاصفر ده اللي هو السحب، الازرق اللي هو الضغط المنخفض، الاحمر الضغط المرتفع، والاخضر اللي هو خط الراجع اللي هو راجع للتانك. يعني اتمنى يكون قدمنا معلومة مفيدة عن دايرة الجاز. لو في اي اسئلة او تعليقات اتمنى تكون مرتبطة بدايرة الجاز او الفول سيستم في الاكتروس تراكس.